حياة فيها كل ما قلبك يتمناه، حياة فيها كل ما عقلك يستناه، حياة فيها فكر لا يمكن يوم تنساه. مجلة حياة هي دي الحياة. عالية فتح الله وفلافيو يلعبها فلافيو بشير، خطيرة والهدف. هلا 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 يا متعب، هلا هلا عليك يا ابني، روعة 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 يا متعب، يا نهار ابيض يا نهار ابيض عليك، يا نهار ابيض، يا سلام عليك يا عماد يا لعيب. حلوة 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 حلوة، بيغني عماد من فترة للشبكة، يا قريب وبعيد شوقي لك بيزيد، عندي لك مواعيد وانت معايا مش داري، لا داري لا داري ونص وثلاث ارباع. حلوة 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 يا عماد، الشبكة حست بيه اخيرا، وبالتوقع الجميل للهداف الكبير راح في سكة بشير ولمسها لمسة روعة 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 روعة. سعيد شرفني النهارده ان انا بستضيف نجم منتخب مصر والنادي الاهلي، المتعب المؤلم المزعج لكل المدافعين اللي بيلعب ضدهم، كابتن عماد متعب. ازيك يا كابتن؟ انا مبسوط جدا ان انا موجود معاك. كله تمام الحمد لله. كنت عايز اسالك حاجه كده شغلاني. حضرتك دلوقتي قدوه ومثل اعلى شباب كتير جدا، وناس كتير مسافره عماد متعب، في شباب صغيرين دلوقتي بتروح الاستاد باسمك. عايزين نعرف حكايتك مع الكوره بدات ازاي، على اساس الناس تاخد عبره وتمشي على نفس الطريق اللي حضرتك مشيت عليه. انا ما بحبش حضرتك. بص اقول لك حاجه، يعني الفكره كلها ان انت تكون بتحب الحاجه اللي انت عايز تشتغل فيها، او اللي انت عايز تكون موجود فيها، تحب المجال ده. يعني دي البدايه، يعني غير كده بتركز فيها وتسعى ان انت تعمل احسن حاجه فيها. فده الحب اللي انا ركزت بيه. انا من صغري انا بحب الكوره، انا من الشرقيه، انا من الشرقيه من بلبيس، والمفروض ان انا كان سن صغير وكنت بلعب زي اي طفل عادي بيلعب في مركز الشباب او في النادي اللي موجود هناك. وقعدت فتره العب لسن 12 سنه، وجات لي فرصه ان انا اروح اختبارات من الاهلي، وكنت فاكر ان الموضوع صعب لان الناس كلها بتقول لا ده لازم واسطه ولازم يكون في حد بيتكلم او حاجات بالشكل ده. لكن رحت يمكن تم اختياري من ضمن 9 لاعبين كانوا موجودين وكملت. وبعد كده دخلت اعتمدت مراحل الناشئين في النادي الاهلي بالكامل، ومنتخب الناشئين ومنتخب الشباب ومنتخب. في الفتره بقى الطويله دي مين اكتر لاعب حضرتك انت تحلم بلاش حضرتك معلش اكتر لاعب ماشي اكتر لاعب؟ لا يعني في لعيبه كتير يعني يريحك، يعني تبقى مرتاح وانت عارف ان هو نازل معاك في التشكيل. اكيد في ابو تريكه وفي بركات دول مهمين جدا. لا اي لعيبه يكون مرتاح لو اللعيبه دي موجوده معاه في مين اكتر مدافع مصري تعرف انك اكتر مدافع مصري؟ والله في ناس كتير صراحه تعبوني، بس يعني اكيد في ماتش خرجت متضايق زهقان قرفك بيضرب لعيب كوره تقيل. انا في ماتش كنا بنلعب فريق اسمه السويس، ويمكن هو المدافع مش معروف قوي، لكن الماتش ده اكتر ماتش كنت طالع حاسس ان انا يعني اتقطعت منسوب جامد، اتقطعت بلغه الكوره، يعني ما عملتش حاجه في الملعب خالص. مين المثل الاعلى ده؟ المثل الاعلى؟ لا بحب لعبه كتير، يعني في لعبه كتير بحبها ولسه بتابعها، بس انا بحب قوي بس كنت بحب باتستوتا جدا، مصطفى حسام حسن، لا في ناس كتير. النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت جاب لعيبه كتير زي حسين ياسر المحمدي، احمد حسن برده. الناس دي قعدت ما لعبتش، لعبت قليل جدا. اكيد الناس دي بتتكلم مع حضرتك في تمرين واصحاب بيتكلموا مع بعض. الناس دي النادي ناوي يعملوا عن ايه؟ هم ناويين على ايه؟ ناويين يمشوا؟ لا ما اعرفش النادي معاهم ايه، لان دي حاجه بتاعت النادي. يعني مفيش كلام بينكم؟ لا هو اللعيبه اكيد بتكون متضايقه بس هتكون موجوده وبتشارك، لكن هي الفكره كلها في الظروف. يعني هم جم في الوقت اللي يكون فيه الظروف تسمح ان هم بيلعبوا ولا ما بيلعبوش، يشاركوا ولا ما يشاركوش، دي ترجع للجهاز الفني وهو بيكون صاحب القرار في الموضوع ده. انا اعتقد ان حسين ياسر الظروف كانت صعبه جدا وكانت كلها ضده لما كان موجود، ويمكن نفس قصه احمد حسن برده، لكن هم ده ما قللش من امكانياتهم، هم لعيبه كبيره ولعيبه مميزه وعشان كده دول من الاهلي. لكن الفرصه تيجي وهم يقدروا يستغلوها ده يمكن ما كانش متاح او ما كانش موجود بشكل كبير، فعشان كده ما حصلش نصيب، ما كانوش موجودين. انت مرتاح يا كابتن دلوقتي النادي الاهلي مبسوط؟ اكيد طبعا اكيد. هتجدد؟ بص اقول لك حاجه، عشان الموضوع ده الناس بتتكلم فيه كتير والناس قلقانه. لا انا موجود، يعني انا بشارك وما عنديش اي مشكله خالص، وموجود مع النادي، لو جات لي اي حاجه
لو حاجه احنا ضمناها طبعا النادي الاهلي ياخد وسائل، لو ما نفيش فموجود في النادي. حسام البدري جه وجوزيه مشي. حسام البدري غير خطته لعب 4-4-2 بعد ما انتوا كنتوا متعودين على 3-5-2. ممكن تحكي لي القصه ده؟ يعني انتوا تفضلتوا ازاي ان حسام البدري يعني او خدتوا الخبر ازاي ان جوزيه ماشي وحسام البدري اللي هيمسك؟ فرحتوا ولا زعلتوا؟ بص انا حاجه في الحالتين ما كنتش موجود. في الفتره اللي كان سلمان جوزيه مشي فيها كنت انا في المانيا في الثوره العمريه، وفي الفتره اللي كان حسام البدري مسك فيها وبدا يغير طريقه اللعب ده ما كنتش موجود، كنت في المانيا بعمل الطريقه بتاعي. شيء طبيعي كنت حزين جدا على رحيل مستر مانويل، لانه انا بحبه على المستوى الشخصي، هو مدرب يمكن من افضل المدربين اللي بين مصر، ما اعتقدش انه هيتكرر، يعني مفيش مدرب اجنبي هيجي يعمل نفس اللي عمله مانويل جوزيه سواء كفكره او كانجازات. بالنسبه لكابتن حسام راجل موجود معانا من سنين، دوره كان مهم جدا مع مستر مانويل جوزيه، فهو بيكمل المسيره وراجل ليه فكر وشايف ان هو في الفترة دي لازم نلعب 4-4-2 والعالم كله بيلعب 4-4-2، يعني ده مهم جدا ان احنا نغير الطريقة، ويمكن الظروف مساعداه واللعيبة مساعداه وبتأدي وبتنفذ اللي هو المفروض اللي بتطلب منه، فعشان كده انت ماشي بشكل ومعاه عناصر كمان بتساعده ان هو يلعب 4-2 يا شيخ عبد الفضيل ووائل جمعة ومع مجموعة بتكمل بالمعاه ده مهم. يعني بص كل مدرب ليه فكره، يعني مستر مانويل جوزيه كنا بنلعب 3-5-2 وكنا بنكسب. بالظبط. بنلعب فرق كبيرة وبنلعب فرق كبيرة وكل الفرق ده بتلعب 4-4-2 وكنا بنكسب. هو شايف ان دي الطريقه اللي هتخليه يكسب ويقدر يكسب بيها، فكنا بنكسب. مع كابتن حسام شايف 4-4-2 دي الطريقه المناسبه للفريق واللعيبه والظروف اللي موجوده في الوقت الحالي مساعداه وبنكسب. كنت قدرت مرتاح في الخطه دي من حضرتك ولا كنت متعود على 3-5-2 وفي المنتخب بتلعب 3-5-2 هو الطريقه دي بالنسبه لي، يعني انا بالنسبه لي بتكون احسن لسبب لان بيكون في زياده في نص الملعب، بيلعب 4 في مساله في نص الملعب مساعده طبعا وبتريح المهاجمين، لكن هي ما بتريحش لما الخط ده. يعني انت السؤال ده اساله لعيب مدافع، لان المدافع هو لما بيلعب برجله ما مش مشكله مساك مرتاح، لكن لما بيلعب 4 الغلطه مش مقبوله يعني. طيب معلش انا هبقى صريح مع كابتن عماد، الاهلي في الفتره اللي فاتت بدايه السيزون ده مش ده الاهلي، بنكسب في اخر دقيقه، الكره بتخبط في الهاني سليمان بيخش جون، فاول فردي، يعني مش عارف النادي الاهلي السنه دي مش هو، فده راجع لايه؟ هل عشان التغيير ولا عشان الاصابات ولا عشان 4-4-2؟ لا مالهاش علاقه خالص، هو 4-4-2 مالهاش علاقه بالطريقه، يمكن في البدايه فتره الاداء كنا ممكن نتكلم عن الطريقه، لكن خلاص من مجرد ان الدوري بدأ ندخل في الماتشات ده عادي جدا. انت قلت الاصابات، ما فيش فريق في مصر بيجي يكمل اصابات للعيبه بالشكل ده، يعني انت بتبدا الموسم مع ما كانش عندك مهاجمين خالص، كان متراس مصاب، هاني العجيزي مصاب، كنت انا مصاب، كان فاضل مصاب، دخل بعد كده بوتريكا، دخل بعد كده بركات، دخلت لعيبه كتير في يعني اتصابت، فده صعب جدا ان يكون عندك عدد من اللعيبه دي كلهم مهمين وكلهم لعيبه اساسيه. ده شيء طبيعي بيأثر، لكن المهم في الفترات دي انك تكسب، يعني في وسط ما انت عندك نقص في اللعيبه انك بتكسب وانت بتوصل معاك مظبوط، بس ده الاهم. احنا بنحقق الغرض المطلوب دلوقتي. ممكن في بعض الاوقات الاداء بيكون مهم، لكن لو ما حصلش اداء ومفيش اداء كويس بتفكر في المكسب، زي ما حصل يعني. يمكن لو تتذكر في المباراتين مع